صباح الخير. النهارده هنعمل قهوة. كل الناس بتعمل قهوة، بس احنا لما بنعمل قهوة هنعملها بطريقة مختلفة. بنعاير المية، وما بنعايرش حد غير المية، لأن احنا أصلا لا نعاير أحد، ولكن نعاير الماء. كوب، ما علينا، كوب من الماء، ونضع ماء مثلج، يعني مية في تلج، أو مية من الحنفية، أو مية من التلاجة، ونضع معلقتين من القهوة اللذيذة، ونصف آخر حتى لا نعاير أحد بما يفتقده. طبعا دي قهوة مش نسكافيه، عشان احنا حاطين فيها ايه، عشان الناس ما تاخدش بالها من القصص ملهاش لازمة دي. طبعا ابعد أي إزاز وأي حاجة عن النار عشان ما يحصلش فيها مشاكل، واحنا مش ناقصين طبعا. القهوة طبعا نحتاج ان احنا نقلب نقلب نقلب. قلب في القهوة، ما تقلبش في البشر. النار لازم تبقى منخفضة عشان فنجان القهوة يبقى كويس. ممكن تعمل موسيقى وانت قاعد، على فكرة ممكن تعمل تلحين موسيقي، وممكن تجيب كل النغمات اللي انت عايزها. بليز تفضل تقلب 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 تقلب، وتستنى شوية وتستنى كتير، وتحط وتروح وتيجي وتيجي وتروح. مش فاضيين يبقى للقصص دي، عشان كده ايه، احنا هنقوم رافعين النار. مش هتاخد قهوة كويس، عشان لازم القهوة تتعمل على ايه، على نار هادية. ممكن تعمل مصلحة ترجع تلاقي القهوة ايه، فارت. خدت بالك؟ فانت ايه، حاول تظبط وقتك. لازم توطي عليها قوي 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 قوي، عشان لو عليت عليها هيبقى طعم قهوتك مش كويس. اهم حاجة بن كويس، قهوة كويسة، وتكون بن فاتح او بن غامق حسب ما انت بتشرب. انا بحب الوسط عامة، وساعات بميل للفاتح، وساعات لما عاوز اركز بميل للغامق، بس اغلب الغامق مش هتلاقيه كواليتي كويس الا لو من براند كويس. ليه المية الساقعة وليه بنوطيه؟ عشان القهوة تستوي. استوت القهوة تاخد احسن قهوة. حط معيار كوباية المية زي ما قلنا، مش عشان حاجة، عشان لو مليت الكنكة الأخيرة هيتبقى قهوة تترمي حرام. تاخد معلقتين من القهوة وتحطهم وتقلب وتقلب، تلاقي الوش يظهر في آخر مرحلة. حتى لو انت قلبت كتير، في آخر مرحلة بيظهر لك وش. أنا هفضل معاك لحد ما الوش يظهر لك. عارف ليه؟ عشان أنا بوش واحد، أما في ناس ب100 وش. طبعا أنا عمال أعلي وأروح وأجي عشان ولا فاضيلك ولا فاضي أصلا القصص دي، بس احنا بنعليها وبنمشي، وانت وحظك بقى. بنعمل أي مصلحة، نرجع نلاقيها فارت نشربها برضه وهي فايرة، نلاقيها ما فارتش نشرب أحلى فنجان قهوة. لازم توطي أوي 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 عشان القهوة تستوي. ايه اللي هيسوي القهوة في المية؟ زي ما بتعمل شوربة. حط اللحمة، حط عليها شوية مية، حط عليها شوية بصلة، فلفل اسود، الملح طبعا في الآخر عشان اللحمة تستوي. وبعدين ايه، تبين لك كل حاجة. بص، ابتدى الوش يتكون، لو انت ملاحظ ابتدى الوش يتكون. ادي اهو الوش على فكرة. قلب 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 قلب، افضل يروح ويجي معاك. اهم حاجة ما تفرش وما تغليش. انت ممكن تبقى مطي اول قهوة تغلي جواها، بس ما تفرش، الوش هيروح. انت بتشرب عشان الوش. ولعلمك دي قهوة مش تركي، لان القهوة التركي اللي عندهم ما فيهاش وش تقريبا، او وشها ضعيف جدا. ولكن كل الامر بيرجع للعرب اليمنيين اللي زرعوا البن واللي زرعوا القهوة. عشان كده هي مجازا قهوة تركي، بس هي المفروض عندهم قهوة عثماني. انما انت قهوتك انضف قهوة في العالم. شوف الوش ابتدى يتكون ازاي. مش همشي معاك غير لما تاخد احلى وش. طبعا تفضل تعلي تعلي لو انت عايز تنجز وعايز تعمل، بس برضه مش هتستوي معاك، وهتفور وتعمل والكلام ده، وانت برضه ايه، مش هتستفيد حاجة. فلسنا أحق لا مؤاخذة بقلب سليم. اهو شوف. طبعا احنا ايه، بنعلي النار عشان المفروض ايه، ما نفضلش نرغي في الكلام الفاضي وانت ما تستفيدش. بص شوف الوش اتعمل ازاي.
يعني على نار هادية قوي. بص ادي الوش يا سيدي، هو ده الوش، وادي وش تاني. بن العمدة ده على فكرة، وبن عبد معبود برضه كويس، وبن شاهين برضه كويس، خدت بالك؟ بس هو ايه، انت بتغير حسب مزاجك وحسب مودك وحسب الطعم، لحد ما ترسى على طعم معين. ومش هترسى، هتعلي طموحك من الغامق للفاتح لكل الانواع. هتجرب اسبريسو وهتجرب لاتيهات وحاجات، وهترجع تاني للقهوه، تحس ان مفيش حاجه بتظبط مزاجك الصبح الا فنجان القهوه. طبعا لو انت رايح التمرين، فنجان قهوه ساده مع موزه، احلى بري ورك اوت. بوتاسيوم مع كافيين يرفع لك الدنيا ويخليك تعرف تلعب وتعرف تأدي في الجيم. طبعا وش ابتدت تكون بكثافة عالية ما شاء الله. بص بص عامل ازاي، بص احلى احلى وش فيك يا مصر. طبعا انا معلي المفروض اوطي شويه عشان ايه، لو غليت جوه الوش كله هيروح. ألسنا لا مؤاخذة أحق بوش سليم. وبعدين العب. بص بقى يا اسطى، وانت هتوش كده اهو، توش توش توش. ألسنا أحق بقلب سليم. أحلى فنجان قهوة وأحلى وش. طب المفروض ايه، لحد ما هو يعلى 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 يعلى، واوعى يغلي منك جوه الكنكه، واوعى يفور. عارف ليه؟ غار فار، انت هتغور وتفور معاه. بص بص اوعى تغلي، اوعى. طبعا ممكن تقلب برضو عادي جدا وانت جوه البتاع، لكن لو غليت منك مش هتاخد وش. طول ما هي ما غليتش في اخر مرحله، خلاص كده على ما اعتقد. خلصت. بص بقى، بسم الله. الحركه دي ملهاش اي لازمه على فكره. بص الوش، احلى وش. صباح الفل عليكم يا رجاله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.